ما دينك؟ ديني المذهب الدرزي، فماني عارفة إذا بدك أطلع هلأ ولا أطلع ببث تاني. يعني من درزية أنت؟ صحيح. ما هو سؤالك؟ تفضلي. أنت اليوم كنت في بث المسلمين صح؟ صحيح أنت اليوم كنت في البث المسلمين؟ صحيح، كنت عم حاول أتواصل مع حضرتك لأنه ما بعرف حضرتك إذا كانت تريد بتعتبر تصعد المذهب شيخنا. الدرزي من المسلمين أو مش من المسلمين. صعدتي في بث المسلمين يعني؟ لا ما طلعت، ما قدرت أطلع أحكي مع حضرتك. لا، كنت الدروز عم طبعا حاول أحكي. الدروز ليسوا بمسلمين. نعم، دين مستقل وحده. ممكن تفضل. أعرف ليه؟ لأنهم يعتقدون بمعتقدات مخالفة للإسلام. مثلا مثل شو؟ لأنه أنا بعرف إنه الإسلام لازم تكون آمن إنه قل هو الله أحد له الصمد، وإنه آمن إنه رسول محمد هو خاتم الأنبياء والرسل، وهذا الشيء نحن بنآمن فيه. لا، أول شيء أنتم تستخدمون التقية مثل الشيعة. تمام. أنا ممكن أجيب لك يعني في بعض الكتب الدرزية وهي تسب سلامتك كمان. أصلا أنا أقوم بالبث ومريض شوية يعني على كل. صح سلامة شيخنا صح. قلبك. الله يسلمك. أنتم تؤمنون بالتقية، ففي لحظة قوة المسلمين تستخدمون التقية، وعندما تكون لو لكم سمحت القوة ما خليني تأخذني. أكمل من فضلك. تفضل 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 تفضل. وفي لحظة قوتكم تظهرون على حقيقتكم. أنا ما أتكلم عنك أنت، ممكن أنت تكوني عامية يعني متأثرة بمجتمعك الذي تعيشين فيه وكذا، لكن أنا أتكلم عن الرؤوس. أكبر دليل، أكبر حليف للكيان المحتل هم الدروز. نص جيش الكيان المحتل دروز. في مسلم يعني يكون مجندا في جيش هؤلاء؟ ممكن أحكي؟ هلا ممكن أحكي؟ لما نخلص دقيقة، لما نخلص. تفضل. والإسلام مش مجرد أنك تقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تعملي بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنا يجيني درزي حاليا ويقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أنا أؤمن بتناسخ الأرواح يا شيخ. هذا ليس الإسلام، لأن تناسخ الأرواح عقيدة وثنية إلحادية. ما معنى تناسخ الأرواح عشان الناس مش عارفين؟ تناسخ الأرواح عند الدروز وعند الوثنيين وعند الملحدين أن روح فلان حين يموت لا تصعد إلى باريها وتحاسب أمام الله عز وجل وكذا، لا، يعتقدون أن روح فلان لما يموت فلان هذا تنتقل إلى مولود جديد. الروح هذه تنتقل إلى مولود جديد. هذا من صلب عقيدة الدروز. لذلك في مقطع لأحد رؤوس الدروز ماسك طفلة عمرها 12 سنة ولا هي 11 سنة، ويقوم بتقبيل يديها وتقبيل رأسها ويقول ارضي عني، الله يطول لي عمرك، الله يخلي لي إياك. هذا يعني أنا في وقتي استغربت، لماذا يقبل يد هذه الطفلة ورأسها وكذا؟ بعدما بحثت عن الموضوع، يعتقد هذا رأس من رؤوس الدروز اللي هو كان يقبل هذه الطفلة، يعتقد أن هذه الطفلة روحها هي في الأصل روح أمها اللي ماتت. تمام؟ روح أمها لما ماتت انتقلت إلى هذه الطفلة. هو يعتقد أن هذه الطفلة أمه، لأن روح أمه لما ماتت انتقلت في روح الطفلة هذه، أو انتقلت إلى جسد الطفلة هذه. هو هكذا اعتقادهم، هذا تناسخ الأرواح عندهم. طبعا هذا يعني اعتقاد مخالف لعقيدة الإسلام جملة وتفصيلا، وهذا كفر صريح. فهمتي ليش الدروز ليسوا بمسلمين؟ طب هلا هو نقاش صحيح؟ تفضلي. حضرتك اللي عم بتقوله أول شيء لما أنا عم بسألك لأنه أول ما شفت حضرتك على الإنترنت حسيت أنه حضرتك عندك كمية من المعلومات اللي ممكن تفيدني إذا أنا عندي أي سؤال. صحيح؟ فأول شيء نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. صحيح، فأنا بحترم هيدا الشيء كتير، بس بذات الوقت بتوقع أنه الناس اللي أنت عند حضرتك عم تحكي عنهم بالمنطقة اللي هي محتلة، هيدا قرار شخصي ما بيعد كل الدروز الحاليا موجودين بالعالم. هيدا قرار شخصي من الناس اللي هن بالدولة المحتلة، لأنه نحن قلنا هيدا احتلال.
لا فنحن شوفي، مش ممكن مع. اصحح لك شوي، ممكن اصحح تفضل لك. تفضل اكيد. عم نقول هيدا نقاش، فانت اكيد فيك تصحح تمام لي. تمام. لا هو العكس. الحالة الأصل مهم. أن الدروز، أن الأصل، شوف يا، الأصل أن الدروز مع الكيان المحتل. الحالة الشاذة والاستثناء والقليلون اللي مش مع الاحتلال. أنت عكست الموضوع. بس ما هو الاحتلال يعني اجى عندك مثلا، بس الاحتلال اجى اسمعي بال 48. شوي بس، واحدة تفضل واحدة، تفضل واحدة واحدة. تفضل. أنت عكست الموضوع. الآن الدروز وين متمركزين أصلا؟ هم الدروز أساسا بلبنان وسوريا. وفلسطين، ثلاثة. فلسطين المحتلة صحيح. تمام. دروز لبنان، دروز سوريا أغلبهم وين؟ في السويداء، صح؟ صحيح. هاتي لي درزي في السويداء واحد مش مع الكيان. ما عندي فكرة عنهم صراحة. أي ما عندك فكرة، هم مصرحين يعني عيني عينك، يعني يرفعوا لا حتى بس في بس على. بس نحن حاليا عم ماشي، نكون يعني لا اعذريني يا انا أختي، لو يا أختي سمحت بس شيخ، شوي، انا تفضل انا معك، بس ما يا بدنا أختي بس نعصب شوي. لانه انا عم بتناقش مش معك. مش ب... معصب، مش معصب، الهدوء، النقاش بكل هدوء، لكن يعني النقاش بمنطق. تمام. أنا أعلم أن في دروز ليسوا مع الاحتلال، أعلم ذلك، لكن هل هي الحالة العامة والحالة الأكبر والأصل؟ لا، قلة قليلة. أنت حتى شوفي الكيان بينتفض أول ما نقولوا دورو، بوم 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 على سوريا على طول، ما زال بس ما كملناش الكلمة دورو، على طول بوم 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 بوم. ودائما كلامهم إلا الدروز إلا الدروز إلا الدروز إلا الدروز. ما فيها ليش؟ تكون هيدي لأن خطة من الكيان. لا حول ولا قوة. أي خطة من الكيان؟ هو محتاج خطة أصلا عشان يعني يقصف ولا يرتكب جرائم؟ مش محتاج انا خطة. كنت عم بسألك بسؤال تاني، حضرتك اخذتنا على شيء نحن ضده، أنا ما حاليا انا خط... دولتي عم ما تنقصف أنا من الكيان الاسرائيلي. تمام، أنا عارف أن دولتك بتنقصف ومعظم الدول بتنقصف، لكن أنا بأصل لك الحوار، لأن أنت سألتيني أن الدروز مسلمين، قلت لك لا، ليسوا بمسلمين اعتقادا وسلوكا. ليسوا بمسلمين اعتقادا وسلوكا. تمام. اعتقادا ذكرت لك مثالا اللي هي عقيدة تناسخ الأرواح، فهذه تتصادم صراحة مع عقيدة الإسلام. تمام. سلوكا أن هم أصلا نص الجيش الكيان من الدروز، يعني مش حالة شاذة ولا حالة فردية يا أستاذة، ليست حالة شاذة أو فردية. نقول لك الأساس. مشكور يا خزان. فهمتي كيف؟ ممكن احكي؟ تفضلي. حضرتك ذكرت عن هذا الموضوع، أكيد بحترم رأيك بهذا الموضوع، بس أنت عم تحكي معي كشخص، فأنا عم بسألك لأنه إذا حضرتك عم تدعي للإسلام فلازم تحكيني كشخص، صحيح؟ كرمال أنت تدعيني إذا أنا عندي أي شيء غلط. مزبوط هذا الحديث؟ تمام، يعني لكن أنت هلأ أنت، أخذت الإجمال، بس أنا كنت عم بسألك عن سؤال لأنا أعرف لا عن أنت موضوع أنا دخلتي ماذا؟ بيهمني. أيوة، أنت دخلتي سألتيني، قلتي لي هل الدروز مسلمين؟ أنت ما سألتيني عن صحيح. نفسك، أنت وعن سألتي عن. التقمص. بس عن شوي، التقمص. بس شوي لو سمحتي. تفضل تفضل. أنت سألتي بصفة عامة عن الدروز وعن عقيدة الدروز، قلت صحيح. لك لا، على العقيدة الدرزية دين مستقل، دين ليس من الإسلام في شيء. أنت تؤمني تمام. بتناسخ الأرواح؟ أنت تؤمني بتناسخ الأرواح؟ ما بعرف، بس أنا في أقول لك هن اللي أنا بعرفه، لأنه تفسير القرآن ممكن يختلف من شخص لشخص، وحضرتك لأنه دارس القرآن فعندك التفسير أفضل من أي حدا ممكن يقول لي إياه، لأنه أنا أكيد ماني ضليعة بالدين مثل تفضلي، حضرتك. إذا عندك سؤال ف... تفضلي. فبيقولوا هن في آية قرآنية: بسم الله نميتكم ثم نحييكم ثم نميتكم ثم نحييكم ثم إليه ترجعون. أيوة فهيدا تمام. التفسير لهيدي الآية عند الدروز بيآمنوا فيها أنه الروح بتنتقل لما حدا يموت على على جسد تاني، لأنه بدها الروح تقطع بكل المراحل بالحياة. يعني ما في يكون مثلا حدا صغير توفى على عمر 5 سنوات وحدا توفى على عمر 100 سنة. طيب ممكن انتهيتي؟ هيدا الشيء غلط، فكرمالك عم باخد انتهيتي؟ رأيك بهذا الموضوع. طيب تمام، خلاص انتهيتي، خليني أجاوبك. تفضل. أولا، عقيدة تناسخ الأرواح يعني في جهة، والآية تتحدث عن أمر آخر تماما. لأن نعيد ونكرر، ما معنى تناسخ الأرواح؟ أن إنسانا إذا مات روحه انتقلت إلى مولود جديد، صح؟ هذا هو تناسخ الأرواح. تمام. هل الآية تحدثت عن هذا الأمر؟
ما بعرف الحدث؟ تفسير الآية بالضبط، بس بعرف إنه لما حدا يقول من إنه التفسير، دعيني من التفسير. الآية أصلا واضحة. أين الآية قالت أن روح فلان حين يموت تنتقل إلى مولود جديد؟ الآية تتحدث عن المراحل التي يمر بها الإنسان. الآية ماذا تقول في البداية؟ تقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، اللي هي أي موت، أي ميتة، اللي هي قبل أن ينفخ الروح في الإنسان. الجنين لما يكون في أول أسابيع مازال مش منفوخة فيه الروح، فعندها يكون ميتا، ما دام ما فيش فيه روح يكون ميتا. تمام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني في بطون أمهاتكم قبل أن تنفخ فيكم الروح. ثم الآية ماذا تقول؟ فأحياكم، يعني نفخ فيكم الروح. بعد اليوم 42 تبدأ في يعني تشكل الإنسان ودخول الروح فيه. ثم الآية تقول بعد ذلك ثم يميتكم، اللي هي الميتة المعروفة للإنسان التي نموتها كلنا، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم يحييكم، متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة سيحيينا الله سبحانه وتعالى جميعا للبعث وللحساب. ايش دخل من تناسخ الأرواح في هذه الآية؟ ما علاقة تناسخ الأرواح في هذه الآية؟ اللي عم قوله لحضرتك إذا في حدا توفى عمر صغير وحدا توفى عمر كبير، كيف بتصير المحاسبة إذا حدا توفى عمره مثلا 5 سنوات؟ معناتها أنت بتؤمني بتناسخ الأرواح، أنت بتؤمني بها. أنا عم بستفسر من حضرتك. تمام، استفسري، ما فيش مشكلة، بس أنت بتؤمني، واضح من كلامك أنك بتؤمني. ليش نفيتي في البداية أنك ما بعرف قلتي؟ قلت ما بعرف، ما هذا مش عندي نقاش لا واحد إيمان إنه 100% ولا عندي مش إيمان 100%، بس إذا حضرتك خلقان طيب بطائفة تمام، معينة تفضل يعني. وربيان تفضل عليها سيدي. كل حياتك، فحيكون عندك الميول الأكبر لها، صحيح؟ هيدا تمام. بطبيعة الإنسان. طيب أنا أسألك سؤال منطقي، تمام، تفضل. بخصوص تناسخ الأرواح. شخص مات، تمام. صحيح. هذا الشخص الذي مات أكيد ارتكب ذنوب وظلم في حياته وفعل ما فعل، صح؟ طبعا. طيب لما مات كيف سيحاسب وروحه قد دخلت في جسد إنسان آخر؟ هن الاعتقاد إنه إذا حدا توفى، فهذا الشخص توفى كان مثلا بفترة معينة من هالحياة، أكيد عمل أغلاط، لأنه نحن مش معصومين عن الغلط. فهيدي الروح حتنتقل على مرحلة تانية، على الجسد الجديد كمان حتروح بمرحلة جديدة، حيصير عندها أخطاء كمان، بس أيوة مش حتتحاسب على كل الأجيال. أيوة، إذا هي كيف عاشت يحاسب؟ كل الأجيال عند نهار كيف سيحاسب؟ القيامة. عند نهار القيامة. ما هي هكذا حتخلط الدنيا في بعضها. هو الشخص هذا مات، صح؟ صح. طيب روحه هذه في اعتقادكم كدروز ذهبت إلى مولود جديد، صح؟ صحيح. طيب كيف سيحاسب وروحه قد وضعت في مولود جديد؟ ما هي القيامة مش هلأ حتقوم لما تقوم علينا كلنا القيامة. بغض النظر عن يوم القيامة أو غيرها، معناتها هذه الروح لن تحاسب لأنها دخلت في جسد آخر. وبعدين الجسد الآخر هذا لما بعدين الجسد الآخر هذا لما بيموت بينتقل إلى جسد آخر، بعدين الجسد الآخر لما بيموت بينتقل إلى جسد آخر، وتقعد الدنيا مليطة. ما بعرف يعني مليطة. هلا أفضل ما يكون في استهزاء. أنا بعدني عم بستفسر منك. لا مش أنا دقيقة، أنا ما استهزأتش بيك يا أستاذ. ما بعرف شو الكلمة معناتها، بس اللي عم قوله لحضرتك يعني مفتوح الباب على مصراعي. اللي عم قوله لحضرتك إنه الاعتقاد إنه على كل الأجيال، يعني على هيدي الحياة والحياة الأخرى، لأنه الشخص لازم يقطع فقير وغني، مريض مش مريض، بكل الأدوار. تمام. طيب لما الآن أنا ما جاوبتنيش أنت إلى الآن على السؤال. الشخص الذي يموت وروحه تنتقل إلى مولود جديد كيف سيحاسب على ظلمه وإجرامه؟ ما حيحسب على هيدا الجيل اللي هو قطعه، آخر شيء حيتحسب عليهم كلهم. هلا عم قل لك الجواب. تمام. مثلا روح واحدة انتقلت بين 10 أجساد. صحيح. كويس؟ 10 حياتات. تمام. 10 أجساد هؤلاء 5 منهم كويسين وحلوين وكذا وأمورهم تمام، وال5 الآخرين مجرمين وظالمين. كويس؟ تمام. طيب هذه الروح حتدخل النار ولا الجنة؟ هذا الشيء الله بيقرره، ما بعرف، لأنه الله بياخد يعني إذا أنت أنا بسألك أسئلة الله بيقرر، ما بعرف. أنا بسألك أسئلة منطقية. ما في حدا يقرر مين بيفوت على الجنة مين بيفوت على النار. يا متصلة خلي ما اسمع، أنت ما فهمتش سؤالي. أنت بتؤمن بعقيدة خرافية، لأن لما بتقولي هذه الروح انتقلت ل10 أشخاص، طيب لو فرضنا 5 كويسين و5 جيدين، هذه الروح
وفقا لأعمالها كجيدة أو سيئة، حتروح النار ولا الجنة. مش مفروض الجيد والشخص المحسن والمؤمن يروح للجنة ولا كيف؟ ما عشان وضحي لي أنت اعتقادك، من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار؟ بيدخل المؤمن يدخل الجنة طبعا الجنة. المؤمن. صحيح. تمام، ممتاز. المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار، صح؟ طبعا. تمام. لو إن تناسخ الأرواح هذه، مهم. الروح هذه انتقلت ل10 أشخاص، صحيح. 5 كفار 5 كفار و5 مؤمنين، طيب الروح هذه حتدخل النار ولا الجنة؟ نحن بنعتقد إذا تعادل يعني الله، لأنه هو يعطينا عادل. مباراة هذه قادت. لا مش مباراة، بس أنت حتى بالإسلام إذا أنت سيئاتك على قد جاوبي. حسناتك الله بيعطيك مثل لا، هذه مش مجرد سيئات، هذا كفر وإيمان. أنا بسألك الآن عن كفر وإيمان. الإيمان في الجنة والكفر في النار. هذه الروح انتقلت بين 10 أشخاص، 5 مؤمنين و5 كفار. هذه الروح حتروح للنار ولا للجنة؟ لأنها انتقلت بين كفار ومؤمنين. حتروح فين ولا حتقع في النص؟ ما عندي جواب على السؤال صراحة. لأن عقيدة تناسخ الأرواح وثنية إلحادية. فنصيحتي لك يا أختي، احذري من هذه العقيدة وعودي إلى عقيدة الإسلام. طب أنت مؤمنة بالقرآن الكريم؟ طبعا. طيب لو أتيتك بآية تنسف فكرة تناسخ الأرواح هذه، خلاص لا تعتقدين بها؟ حارجع أدرس الآية مرة تانية وثالثة لا أقدر أقتنع. طيب تمام. لما نفتح سورة المؤمنون الآية 99، يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. جاء الموت هنا وانفصلت الروح عن الجسد، صح؟ صح. قال ربي، هذا الميت هذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تمام؟ ماذا رد الله سبحانه وتعالى؟ كلا، ما فيش عودة، ما فيش روح تنتقل لروح أخرى أو لجسد آخر. كلا، قضي الأمر. طيب لو كان في تناسخ أرواح كان في فرصة لهذه الروح الميتة أن تنتقل إلى جسد آخر جديد وتعمل صالحا، صح ولا لا؟ مزبوط. مع أن والآية هنا قالت كلا. هذا القرآن. مش أنت مفروض تقولي أني أنا مؤمنة بالقرآن؟ يعني أنا عارف أن الدروز، بس أنت ممكن إنسانة عامية متأثرة بالمجتمع الإسلامي وكذا، لكن الدروز الرؤوس كافرون بس بالقرآن. مين قصدك بالرؤوس؟ اللي هم بتاعين الشوارب. قصدك المشايخ اللي بنسميهم مشايخ؟ والله لا، ما نسميهمش مشايخ ولا مش مشايخ. طيب حضرتك ما جاوبني على السؤال. إذا حدا توفى صغير بالعمر وحدا توفى كبير، الصغير بالعمر كيف بده يتحاسب؟ ما عنده ولا خطية. والكبير بالعمر ما يحاسب. أي ما يحاسب الصغير الذي لم يبلغ على الجنة مباشرة. طيب لا مش الله هو اللي بيعطينا الحياة وبياخدها؟ صحيح؟ مش نحن عمرنا بإيد الله والله كاتب هيدا العمر؟ طبعا. طب ليه في روح تاخد هيدي الميزة انها تروح بلا ولا اتم على الجنة، وحدا تاني بده يعيش 100 سنة ويروح مع اتم على الجنة او مع سيئات؟ طيب الإجابة على هذا السؤال في القرآن الكريم في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما معنى هذه الآية؟ الآية تخبر أن أناسا أماتهم الله عز وجل وهم على الكفر، ماتوا على الكفر. طيب ليش يا الله ما أعطيته فرصة عمر أكبر ربما يؤمن؟ لا، هو حيبقى على الكفر. لو يعني مثلا الكافر الذي مات عمره 70 سنة، حتى لو عاش 70,000 سنة سيبقى على ذات الكفر، لأن الله عز وجل علام الغيوب مطلع على قلبه، يعلم لو عاش 1000 و2000 سنة سيكون على هذا الكفر. ولذلك الآية تقول: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني لو هذا اللي مات على الكفر لو كان فيه خير كان آمن أصلا في هذه الفترة. فلذلك مات في هذا العمر، خلاص هو حتى لو أمد الله في عمره أكثر سيموت على نفس الشيء. فحضرتك بتعتقد انه الله ممكن الله
أول ما نخلق بيعرف إذا نحن منيح ولا مش منيح؟ يعني هلأ أول ما أنا خلقت كان نعم الله الله عارف إذا سبحانه أنا حأطلع منيحة ولا مش منيحة؟ نعم الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم كل شيء. طيب ليه نعم إذا هو حيقدر يعرف سبحانه وتعالى كل الناس إذا منيح ولا مش منيح، ليه مش دغري رحنا على الجنة وعلى جهنم؟ طيب تمام، خليني أجاوبك على السؤال. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم أن أناسا سيذهبون إلى النار وأناس سيذهبون إلى الجنة، تمام؟ أنت تريدين أن تقولي لي خلاص بدون دنيا ولا شيء، خلاص اللي رايحين على النار يروحوا على النار واللي إذا يروحوا على الله الجنة أوريدي بيعرف هيدا الموضوع. بس واحدة واحدة بس عشان أفهم سؤالك لكي يجيبك. يعني أنت تريدين أن تقولي الله سبحانه وتعالى يعلم أن أناسا في الجنة وأناسا في النار، بلاش الاختبار وبلاش الدنيا هذه كلها وكذا، ويضع هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، صح؟ صحيح، على كلام حضرتك إنه هو حيعرف أوريدي إذا أنا حأطلع منيحة ولا لا. طيب هذا قمة الظلم. لماذا؟ خليني أعطيك مثالا لتتقرب لك الصورة. أنا كمدرس ولله المثل الأعلى، أنا كمدرس درست الطلاب هؤلاء سنة كاملة، وعندي علم يقيني هذا الطالب مهمل وهذا الطالب مهتم وهذا الطالب وسط، تمام؟ وجاء موعد الامتحان، جاءني الطالب المهمل هذا وقال لي يا أستاذ أنا لن أجيب على أي سؤال في الامتحان، وإذا سلمت لي الورقة سأعيدها لك بيضاء، لا تتعبش نفسك وتعطيني الورقة، تمام؟ هل يحق لي كمدرس أقول له خلاص أنا عارف أنك أنت إيش، أنا صار عندي علم يقيني الآن أن هذا راسب هذا الطالب، صح؟ صار عندي علم يقيني أنه هو راسب، صح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. هل يحق لي بما أنني علمت علما يقينيا أنه سيرسب أن أمنعه من دخول الامتحان وإعطاء الورقة؟ هل يحق لي ذلك؟ لا يحق لك. لماذا؟ لأنه بعد في احتمال. لا مش احتمال، بل قصدي بعد في احتمال أنه يعمل شيء بالامتحان. لا مش، أنا صار عندي يقين، خلاص أنا عندي يقين أنه لن يجيب في الامتحان. هل يحق لي أن لا أعطيه ورقة الامتحان؟ لا. لماذا؟ ليس احتمالا، بل لأعطيه حقه في الإجابة وحق دخول الامتحان، لأن هذا هو تمام العدل. علم اليقين أنه سيرسب لا يجعلني أمنعه من دخول الامتحان، ولو سمعت بي وزارة التعليم سيقولون لي أنت أقم عليه الحجة، أنت أعطي ورقة الامتحان، جاوب ما جاوب رسب نجح، أنت أقمت عليه الحجة. لكن مباشرة آخذه، خلاص أنا صار عندي يقين أنك أنت لن تنجح، فمباشرة أقول له لن تدخل الامتحان وخلاص هانك أنت راسب، هذا قمة في الظلم. ولله المثل الأعلى. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم الناس أين سيذهبون وكذا، ولكن لابد أن يعطيهم حق الوجود، فرصة الاختبار، إقامة الحجة، لأن هؤلاء حين يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، خلاص أنت تدخل النار وأنت تدخل الجنة، سيقولون أنت ما اختبرتنا يا الله، أنت لم تختبرنا، لم تعطينا الفرصة، لم تقم علينا الحجة، أنت أدخلتنا مباشرة إلى النار وأدخلتنا مباشرة إلى الجنة، هذا غير منطقي. لذلك علم الله عز وجل بمصيرك لا يمنعك حق الوجود في الحياة وحق خوض الاختبار الدنيوي. والله سبحانه وتعالى لم يدخلك النار ظلما ولا أدخلك الجنة كذلك، يعني لأنك أنت شخص اسمك فلان الفلاني، لا، دخلت النار بفعلك، بما جنته نفسك، بما جنته يديك، لم يظلمك الله عز وجل بشيء، بل أرسل لك الأنبياء وأقام عليك الحجة وأرسل الكتب وأنزل الشرائع وأنزل لك دينا وبين لك البراهين والأدلة. يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وطالب الحق يكفيه دليل وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل. فالله عز وجل أقام الحجة على جميع البشر وأرشدهم وبين لهم.
إذا كفرتم دخلتم النار وإذا آمنتم دخلتم الجنة. لا يوجد إنسان يدخل النار بظلم، بل الله سبحانه وتعالى أعطى الفرصة تلو الأخرى، لكن البشر هم الذين كفروا. الله عز وجل يقول في سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لك الكفر، لكنه خلقك بإرادة حرة تختار الإيمان أو الكفر، الطاعة أو المعصية، ثم بعد ذلك هنالك حساب وعقاب ووقوف بين يدي المولى عز وجل. صحيح. خلاصاتي في الإجابة. ممكن أسأل بعد سؤال سريع؟ ممكن أخذت وقت كتير. تفضلي. حضرتك ممكن عم بتقول عن غير الأديان اللي هي المسلمة إنه كفار، بس غير نحن الأديان، غير الأديان ماذا؟ غير المسلمين إنه هن كفار. لا أي كمل. بس نحن كبشر كيف فينا نقول عن حدا كافر؟ لأنه هو الله بياخد بالنيات، فيمكن هذا الشخص عم يعمل كل شيء منيح لله بس ما في حدا عارف، فكيف فينا نقول عنه إنه هو رايح على جهنم بلا ما الله يقرر هذا الشيء؟ أولا أنا لا أقول شيئا من عندي، أنا لا أقول شيئا من عندي، وأنا لا أقول فلانا كافرا أو فلانا مؤمنا. أنا لي منهجية، قرآن وسنة. ما يقوله القرآن والسنة أقر به وآخذ به وأأمر الناس به، وما ينهى عنه القرآن والسنة أنهى الناس عنه. أنا لدي منهجية ماشي بها. القرآن الكريم هو الذي قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بمعنى من يختار دينا غير الإسلام يكون من الخاسرين في جهنم في الآخرة. آية صريحة جدا. وفي آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا يقبل الله دينا إلا الإسلام ولا يرتضي دينا إلا الإسلام. هيك بيبطل العمل بالنيات. وفي آية، لحظة بس، جايك في الجواب جاي. وفي آية أخرى في سورة المائدة يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الله سبحانه وتعالى رضي بالإسلام دينا، يعني اختار أن تكون، أمرك أن تكون مسلما. تجيني تقول لي أنا نصراني أو يهودي، إذا أنت ابتغيت شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر، أنت قلتي ممكن في ناس بيقدموا الشيء لله شيء جميل وكذا. ما فائدة أن يقدموا شيئا جميلا وهم ليسوا موحدين به؟ ما فائدة ذلك؟ ما فائدة وهم يعصون رسله؟ ما فيش فايدة لما يجيني واحد أنا يقول لي أنا مؤمن بالله. طيب كويس، وبعدين لكن كافر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو من الذي أمرك أن تؤمن به يا رسول؟ من الذي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء؟ الله سبحانه وتعالى. يعني تقول أنا مؤمن بالله بس أنا مش هأطيع عوامرك يا الله، أنا مش هصدق كلامك يا الله، أنت قلت محمد رسول الله بس أنا مش هصدق كلامك. هذا كفر. لا ينفع هنا أنك أنت مؤمن بالله وأنت مكذب بكلامه. ولذلك الله عز وجل من أسباب تكفيره لأهل الكتاب ماذا قال في سورة آل عمران؟ قال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. ركز، مش بالله، هذه بالله وحده. لما تكفرون بآيات الله؟ لما آية تقول لك محمد رسول الله أنت تقول لا أنا أكذب بذلك، إذا أنت كافر. أما نيات، ما نيات، تدخل النيات في الموضوع. أنا ما أتعامل مع الناس بالنيات، أنا أتعامل مع الناس بالظاهر. لما يجيني نصراني ويقول لي أنا مؤمن أن المسيح هو، اسمعيني يا أختي الله يهديك ويصلح حالك. لما يأتيني النصراني جزاك الله خيرا يا أخ عمر. لما يأتيني النصراني ويقول أنا مؤمن أن المسيح هو الله، هذه ما لها علاقة بالنية. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. خلاص، عندي آية قرآنية تكفر من يقول أن المسيح هو الله. طيب في أحكي؟ تفضلي. بس أنا عم بحكي عن حالي، ما عم بحكي عن الطائفة أو الدين المسيحي، عم بحكي عني كشخص أو عن طائفتي أنا. إنه نحن بنؤمن بالله، نقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونؤمن أن محمد رسول الله. بس عفوا، أنت مش مؤمنة بسورة المؤمنون الآية 99 التي نهت عن تناسخ الأرواح وأنت مؤمنة به. شفتي؟
بس إيمان بالله وإن أنت تعمل كل شيء الله أنت موسع عليه، هكذا هذا الشيء ما بيخلي الله. تفضل. لحظة بس، أنت هكذا فعلتي كما يفعل بنو إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أي أمنت قل هو الله أحد، كويس. طيب وسورة المؤمنون الآية 99 التي تقول إن ما فيش تناسخ أرواح، ما فيش روح تنتقل إلى روح إلى مولود جديد، وأنت تعتقدين بذلك والآية تنفي هذا، هذا تكفير، هذا تكذيب للآية. بس تمام، بس بعد يعني إذا أنا بدي أسألك بعد حتاخد كتير وقت، بس هي الفكرة إذا أنت عم تعمل كتير منيح في ميزان للحسنات وميزان للسيئات، فممكن هيدي كل مثلا هذا كل ميزان للحسنات والسيئات بلا توحيد يسقط. الأساس هو التوحيد. يعني توحيد الله سبحانه بالله وتعالى، أي التوحيد المذكور في القرآن الكريم، ومن من الإيمان بالتوحيد، الإيمان بالتوحيد أن تؤمني بآيات الله كلها. يعني لما الآية في سورة المؤمنون الآية 99 تنهاك عن تناسخ الأرواح تؤمنين بها. تمام؟ أنا سأعطيك مثالا. لو أنت رسبتي في الثانوية العامة، بس أنت في السنة التي درست فيها الثانوية العامة كنت محترمة جدا مع الأساتذة، كنت تعطينهم الأكل والشرب وتعاملينهم أفضل معاملة، لكنك لم تنجحي في الثانوية العامة، فذهبت إلى كلية الطب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أريد أن أسجل في كلية الطب. سيقولون لك ماذا؟ تفضل يعطينا الشهادة الثانوية أول شيء، كم نسبة نجاحك في الشهادة الثانوية، وأعطينا الشهادة الثانوية. لا والله آسف، أنا يعني رسبت في الشهادة الثانوية. لن ندخلك كلية الطب، لن أدخل الطب، لن. بس ممكن أنجح وأكون راسبة بعض المواد. بس شوية يا أستاذة، بس شوية. هل يصح أن تقولي لهم بس أنا والله كنت محترمة مع الأساتذة، لا يصح، كنت خلوقة جدا، كنت يعني أغديهم وأعشيهم وأفعل لهم ما أفعل يعني من الكلام الطيب والتصرفات الطيبة؟ لا، الموضوع غير صحيح. لأن الأصل وهو التوحيد والإيمان بآيات الله سقط. فنفس المثال، لأن الأصل اللي هو النجاح في الشهادة الثانوية لم تحققي، فلن تدخلي تلك طبعا 100%، بس ممكن أنجح وأكون راسبة بعض المواد. صحيح؟ يعني ممكن أنا 100% إذا أنا عم بنجح الثانوية العامة كون ناجحة مثلا 10 مواد و2 رسبتهم، بس أنجح بالثانوية العامة. صحيح؟ يعني ممكن لا ترسبي كيف أنا ممكن أرسب بمادة بس أنجح بالعموم. كيف يعني الله ممكن ياخد بس على 100%. أنت عندكم ثانوية خاصة بكم ولا كيف أنتم؟ ماذا تقولين أنت؟ ثانوية مش جامعة، هذه مش تصفية مواد. لا، حتى بالثانوي هلا مش عم نحكي عن الثانوي، بس عم بحكي بالإجمال. إذا أنا مثلا مش 100% بهيدا الشيء، الله بس بيعتبر 100%. طيب على كل حال، شكرا على كل حال، شكرا كتير لك، أخذت من وقتك. أهلا وسهلا، شكرا. تفضل يا داني. مساء الخير. مساء النور. تفضل مقدم. طبعا بس بالبداية بدي أحب أقول إنه هدول الأشخاص اللي عم بيطالعوا هالأصوات هاي، طبعا هاي بدل بس على تربيتهم المنزلية وأخلاقهم، ما فينا نعمم إنه كل الناس. معلش عرفنا بدينك يا متصل. أنا مسيحي. طيب خليك فاتح الكاميرا، ليش سكرت الكاميرا؟ لا، ما في داعي أفتحها. تتبع أي كنيسة؟ أنا بروح على الكنيسة الإنجيلية. يا أخوانا الصوت والصورة واضحات ولا في إشكالية؟ واضح شيخنا، واضح. طيب يعني أنت بروتستانتي؟ فيك تقول هيك شيء. أنا ما عندي مصطلح طائفي، يعني أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجيلي أو بروتستانت أو شيء هيك. أنا مسيحي. ما هو في اختلافات بينهم أساسا، في اختلافات جوهرية بينهم يعني. هاي الاختلافات هن اللي عملوها، هو الإنسان اللي عملها.
الأشخاص هن اللي عملوا طيب الاختلافات. ممتاز. أنت كم تؤمن بسفر الكتاب المقدس؟ بؤمن بجميع الأسفار. كم؟ كم عددهم؟ احضروا هذا. كم؟ كم عددهم سؤالك؟ ايه كم عدد الأسفار؟ ماني كم؟ يعني ماني مو كتير حافظ بالأعداد وهيك. يعني أنت لا تعرف كم عدد أسفار الكتاب عندك؟ مو شرط تكون أعرفه يعني، مهم إنه أنا أكون فاهم فاهم يعني أنت الكتاب المقدس؟ تفضل اسألني سؤالك أنت. طيب جنبك الكتاب؟ على الآيباد تفضل. تستطيع يعني فتح أي نص. مهم. طيب لحظة. افتح سفر حزقيال 41. عد إلى البرنامج يا دانيال وإلا التيك توك بينسلك. لا هكذا ما ينفعش، لازم يكون أوكي. عندك محمول آخر، هاتف آخر. لحظة شوي. أنت من سوريا؟ إيه أنا من سوريا. من وين من سوريا؟ من حماه. مم. طيب من وسط سوريا. تفضل افتح. نعم. والله الموبايل الثاني مش موجود، ما بعرف، أخذوه الأولاد وفلوا. تفضل عرض لي النص لو سمحت. أنا ما في موبايل تاني جنبي يعني، طيب والكتاب تمام. بغرف النوم، فوق والأولاد نايمين. تفضل احكي ماشي تمام. النص. ثواني بس، ثواني. يا الله. سفر حزقيال 41. هذا هو النص، حزقيال 41. تمام. العدد 6. شوف ماذا يقول. تسمع فيه صح؟ مهم. والغرفات غرفة إلى غرفة 3. ركز معايا لو سمحت. مهم. يا تركز معايا يتوكل على الله. تمام. أنا لما لا نحاور تفضل حوار سامع. نحب واحد يكون مركز معايا. تفضل. طيب. والغرفات غرفة إلى غرفة 33 مرة، ودخلت في الحائط الذي للبيت للغرفات حوله لتتمكن ولا تتمكن في حائط البيت. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت إلى فوق، وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط. تفضل اشرح لي هذا النص. يعني شو الفكرة اللي بدك توصلها أنت؟ الفكرة أني مش فاهم النص، اشرحه لي. والله أنا مش يعني النص أنا مو قريانه، يعني العهد القديم تقريبا أنا مش قريانه. مهم. هم أهل حما يقولوا قريانو. إيه طبعا إيه. مش عارف. طيب. لا انت في حما الان، انت موجود في حما. لا أنا في بلجيكا، أنا طلعت من أيوة. سوريا من قبل أيوة. 8 سنوات. وصادق يا شيخ في موقع. لا أنا ما عندي، ماني مضطر إني ماشي مش أكذب. مهم. طيب على كل حال، نحن سألناك ما هو
كم عدد أسفار الكتاب المقدس؟ قلت لا أدري. المهم أكون 66 فاهم. 66 يمكن. جميل. هذه النقطة أنا اللي سألتك لهذا السبب. 66 اتوقع. ليش أنا سألتك؟ تمام، ليش سألتك عن طائفتك؟ ودي ما مهمة الطائفة وكذا، لا مهمة. بالنسبة لأن لي أنا 66 قلت هذه لك يؤمن بها فقط البروتستانت. اسمعني بالنسبة بس، لي. اسمعني بالنسبة لك ولا الغير، اسمع. تفضل. لأن 66 هذه فقط يؤمن بها البروتستانت، لكن الأرثوذكس والكاثوليك يؤمن ب73، والكنيسة الحبشية تؤمن ب81. شفت الاختلاف؟ يعني أنت تقول لي مش مجرد طوائف. يعني مثلا خليني أقول لك القرآن مثلا على سبيل المثال، القرآن الكريم، لو سألت أي مسلم على وجه الأرض، تمام، حتى الرافضي اللي هو ضال مضل منحرف، الرافضي ضال مضل منحرف، حتى النصيري الكافر، النصيري الكافر، اسأله يقول له كم سورة في القرآن، يقول لك 114. ليش تصور، يقول لك على طول 114. ليش تعتبر انه النصيري كافر؟ والله قصدت، تتصور. قسما بالله العظيم قصدتها عشان اطلع فيك اللي بدخ. اصلا عارفك نصيري. شفت كيف تحسست؟ ترك لك الشيعة وترك لك الجميع. قصدتها لانه نصيري عارفه حيرد هذا الرد. انت ايش دخلك بالنصيريه؟ مش انت نصراني مفروض؟ انت مش مفروض نصراني؟ ليش زعلان على النصيريه؟ كفار ولا غير كفار؟ ما لك علاقه بهم انت. يعني انت مفروض نصراني، ما علاقتك بالنصيريه؟ كفار ولا غير كفار؟ صح ولا مش صح؟ على كل حال بس النصيري كافر. لا عفوا بس انت سألت ليش النصيري كافر؟ كافر لأنه يعتقد باعتقادات كفرية، بس ببساطة. هات لي نصيري أناقشه سأثبت أنه كافر بالمعتقدات التي يعتقد بها. مش في البداية قلت أنك مش مضطر تكذب؟ طبعا ماني مضطر أكذب. في البداية مين اللي كون الوجود؟ يا دانيال انا سوري وعارف انا سوري يا دانيال. اسمع يا دانيال، انا سوري وعارفك انك علوي يا حبيبي. لا لا انت من وين؟ صدقني انا ماني علوي، ولا بعرف شيء عن العلوية ولا عن الشيعة ولا عن الدروز، مع احترامي لكل العالم. خلاص، بما انك ما انك داخل فيهم، بما انك نحن اللهجة تبعنا، اسمعني بس، لانه ضيع. خليني من اللهجة تبعكم. بما انك انت مالك علاقة فيهم، خلاص مالكش علاقة هم كفار ولا غير كفار، صح ولا مش صح؟ خلاص مالكش دعوة بيهم. خلينا نناقش. كنا قطع الصورة، تقطع ولا يطلع لي في الهاتف هكذا يا اخوان؟ الصورة تتوقف عندكم؟ تمام 100%. ليش انا تظهر عندي تقطع؟ غريبة. ممكن النت، بما انك يعني تشتغل على اكثر من جهاز يا شيخ، فالله اعلم. المهم يا دانيال، بما أنك كما تقول أنك نصراني، نتناقش في النصرانية. أنت تعبد يسوع المسيح؟ طبعا أنا بؤمن بيسوع المسيح. تعبده أم لا؟ طبعا أعبده. هل أمرك بعبادته؟ هو ما أمرني. هو كيف تعبده؟ اجا هو الطريق والحق والحياة. كيف تعبده وهو لم يأمرك بذلك؟ من خلال النبوءات، الأنبياء القبل، أنه هو الله متجسد. هو أي الله. نبوة هذه التي قالت أنه في 360 نبوة بالعهد القديم. والله العظيم ما في حتى نص نبوة. لا تمام، هذه محافظين لك في الكنيسة بس 360 نبوة. اتفضل هات لي نبوة واحدة تقول أنه هو الله الظاهر في الجسد. هيك أنا يعني هات لي نبوة واحدة تقول أنه هو الله الظاهر في الجسد. ممكن أطلع معك ببث ثاني
يعني بوقت يكون أفضل وبكون يعني أجهز من هيك. خلاص تمام. هات بس لي اللي قلت عليها هذه 360 نبوة هذه، هاتها لي. بس اسمعني أقول لك أنا هذا الشيء. لقل لك وين قال المسيح. ما تقوليش حاليا، أنا أريد أن أقول لك شيء، أريد أن أقول لك شيء. السؤال، أنت استدليت بنص أنا هو الطريق والحق والحياة، صح؟ دانيال، أنت أتيت بنص يقول فيه المسيح أنا الطريق والحق والحياة، صح؟ صح، صحيح. تمام. لما قال أنا الطريق، طريق إلى من؟ للحياة الأبدية. حياة الأبدية. كمل النص. الفردوس. كمل النص بس. تكملة النص حتقول لك الطريق هو طريق إلى من؟ إلى ملكوت السماوات. هو قال أنا الطريق. ليس هكذا النص. النص يقول أنا الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق لا والحق. أحد يأتي إلى الآب إلا بي. اسمع مني للآخر لو سمحت، خليني نكمل النص وبعدين علق. النص يقول هكذا: أنا الطريق والحق والحياة، لا أحد يستطيع أن يأتي إلى الآب إلا بي. صح ولا مش صح؟ صح، صحيح كلامك. يعني ما في طريق، يعني ما في المسيح طريق، قال ما في طريق لا. ما في طريق للخلاص إلا بيسوع المسيح. هو قال لا أحد يستطيع أن يأتي إلى الآب إلا بي، صح؟ يعني هو طريق صح. إلى الآب. صح، واللي هو نفسه، اللي نفسه هي المسيح. ممتاز. هو طريق. كلمة الله. دقيقة بس، اصبر شوية، اصبر شوية. هو طريق إلى الآب، اتفقنا؟ هو طريق إلى الآب، صح؟ افتح الصوت يا دانيال. يا اخواننا بالله، المشاركات وتحقيق الاهداف، الله يبارك فيكم. انتوا عم عليه تكتموني، انتوا عم تكتموني، انا عم اكد على الشيء بس ما عم بيسمعني. عم اقول له صح كلامه 100%. اسمع يا دانيال، اسمع، نحن عم نكتم الصوت عليك لانه لما الشيخ يتكلم وانت تتكلم صوت الشيخ بصير ضعيف، فلذلك نكتم الصوت عليك لنسمع الشيخ. تفضل. هو ما يوجه لي السؤال فانا يعني مباشره عم رد عليه. وانت ركز معايا واحده واحده. هو فضل. قال لا احد يستطيع ان ياتي الى الاب الا بي، صح؟ صح. تمام. من الاب هنا؟ من المقصود بالاب هنا؟ الله عندكم طبعا. تمام. يعني المسيح طريق الى الله. اكيد. طيب كيف يكون هو الله وفي نفس الوقت طريق إلى الله؟ بما أنه طريق إلى الله إذن هو نبي، لأن الأنبياء هم الطريق إلى الله. ما شوف يعني الفسق اللي صار بالأرض والخطية، وبعد أنبياء كتير بقصص كتير، والشعب عن ما الموضوع يا دانيال. لا انا عم اوصل لك الفكره. دانيال. موصل لك الفكره. لا تخرج. شو الحل؟ شو الحل؟ انت توصل لي فكره. انت برايك انت يا دانيال لا تخرج عن الموضوع. كيف يكون هو الله وهو طريق الى الله؟ هذا السؤال، تفضل جاوب عليه. ما هو كلمته لله، كلمته لله، كلمة الله المتجسد، الرب يسوع كلمة الله المتجسد. يقول المسيح قال أنا طريق إلى الله، لا أحد يستطيع أن يأتي إلى الله إلا بي. ما هني واحد، يعني هو طريق إلى الله. متى قال المسيح أنا كلمة الله؟ متى قال ذلك؟ يعني شرط هو يكون مكتوب أنا كلمة الله؟ ما في سفر التكوين، في سفر التكوين 1:1 في البدء كانت الكلمة، والكلمة عند الله، وحل وصار بيننا. هذا مش في سفر التكوين هذا. لا بسفر التكوين. هذا مش في سفر التكوين. لا سفر التكوين بيوحنا 1، إنجيل يوحنا. يا دانيال
دانيال في البدء كانت الكلمة. ليس لا دانيال ليس في سفر التكوين. الذي في سفر التكوين هو النص كالتالي: في البدء خلق الله السماوات والأرض. هكذا الذي في سفر التكوين. أما الذي في بداية، اسمع للآخر عشان تفهم. أما الذي في بداية إنجيل يوحنا، النص يقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فاهم أنت هذا النص؟ طيب، في البدء كان الكلمة. اصبر بس، مش أنت فاهم النص؟ يلا اشرح لنا. في البدء النص يقول هكذا: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله. يعني الكلمة هذه كانت عند من؟ عند الله. وتكملة النص يقول: وكان الكلمة الله. كيف كانت الكلمة عند الله وهي الله؟ اشرح لي هيك. يعني نفس المعنى، نفس المعنى يا حبيبي. يعني أستطيع، يعني مثلا أنا أقول وكان مثلا وكان دانيال عند دانيال. ايش رايك في التخبيص هذا؟ الكلمة وكان دانيال عند دانيال. الكلمة والله هي يا رجل واحد. النص يقول: وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. كيف الله كيف الكلمة الله وعند الله هي في نفس الوقت؟ كيف؟ لا انه هلا انا جسد وروح، صح ولا مو صح؟ انت فيك انت كشيخ زي خير الله، انت جسد صح، وبقلبك شو في؟ روحك. في هم وغم قلبي من هالحوارات هذين. لا هذا اللي فيه قلبي كويس. مو انت لا هذا اللي فيه انت رسمي، هذا اللي فيه. انت لك روح ولك جسد. انت لك روح، ما عادش فيه روح، خلاص ما عادش فيه روح بعد الخبر هذا كده، ما عادش فيه روح. يا بني آدم، النص يقول وكان الكلمة عند الله. يعني الكلمة هذه كانت عند من؟ ركز معي بس. هذه الكلمة كانت عند من؟ عند الله. والكلمة هذه من؟ هي الله. يعني الله كان عند الله، هكذا النص معناته يقول. ليش روح الله تنفصل عنه؟ يا رجل اشتقر، تمام بك أنت. ولو. النص يقول وكان الكلمة عند الله، وكانت الكلمة الله. كيف معناتها باختصار؟ النص يقول الله كان عند الله، هكذا باختصار. يا أخي والله أرنب أنور في منورنا أسهل. لا أسهل. مش هيك يا شيخ، مش هيك يا شيخ. اشرح، خذ راحتك، تكلم. الكلمة هي الله. الآن دقيقة بس أعطيني ثواني بس يا إخوة. في نص في كتاب النصارى في بداية إنجيل يوحنا يقول، النص يقول هكذا: في البدء نساني النص. في البدء لا إله إلا الله. البدء كان الكلمة. حتى البدء كان الكلمة. أيوة. في البدء النص يقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. ركزوا، ها، النص يقول هكذا: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. الكلمة هذه عند الله وهي الله. المطلوب الآن تشرح لي هذا النص. هو حيشرح هذا النص؟ والله ما هو شارح. لا شارح. حيحكي كل شيء إلا الرد على هذا النص. شلون فيك تطلع؟ شلون اشرح النص، تفضل معاك، يلا الكلمة. انت بدك الكلمة صح؟ انت تتكلم، انا ساكت. تفضل. نسمعك، تكلم انت. هي تفضل. كيف وكان ركز في السؤال، كيف النص يقول وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله؟ يعني الله كان يكلم الأنبياء من خلال الكلمة. ما كان يشوف، ما حدا كان يشوفه. حدا كان من الأنبياء يشوفه؟ جاوبني. حدا شاف الله من الأنبياء كلياتهم؟ ما حدا شافه. ليش؟ كان يكلمهم بكلام. يعني كان يظهر بشجرة، كان يظهر بنار لموسى، للأنبياء كلياتهم. هو المقصود انه كان كلمة، كان يكلمهم كلمة، اي هو الله متكلم. بعدين حل وصار جسد بيننا، هو نفسه. صح ولا مو صح؟ هذا هو اللي صح. لا 100% هذا التعبير الصحيح للنص. يعني الله
والمسيح وروح القدس هن أقنوم واحد. أقنوم واحد؟ مهم. أقنوم واحد متأكد؟ طبعا. هاي في الأخير هرطقت هي. أهلا وسهلا هي. هرطقة؟ هاي هرطقت سابيليوس هذه إن الثلاثة أقنوم واحد. برافو عليك، هي هرطقت. أهلا وسهلا يا هرطوق. شلون أهلا هرطقة؟ وسهلا. شلون هرطقة؟ أنت روح لأول كنيسة، مهم. روح لأول كنيسة. الكنيسة. اصبر بس معي، اسمع، خذ بس الكلمتين. روح لأول كنيسة وقل لهم الآب والابن والروح القدس أقنوم واحد. تمام؟ حيرموك من أول شباك. بس هذا ما سيفعلونه بك، لأنك أنت ضيعت جهد الكنيسة عبر التاريخ. لا. لأن بيني وبينك هكذا يا دانيال، الكنيسة يا دانيال اسمع مني بتحبك. بس يا دانيال، تحب بس اسمع مني بس. في واحد هكذا ظهر في التاريخ النصراني اسمه سابيليوس. تمام؟ وسابيليوس هذا قال كلمة لو سمعه النصارى لنجوا من الشرك تقريبا، أو على الأقل نجوا قليلا من الشرك. وجهة نظر سابيليوس هذه يا إخوة، كان يقول إن الآب والابن والروح القدس مجرد صفات لأقنوم واحد. تمام؟ أو مجرد صور لأقنوم واحد، أو مجرد أسماء. تمام؟ وهرب يا شيخ، نزل. وين نزلت؟ يعني على الأقل ننقذك من الهرطقة وبعدين ننزل. فبالتالي أيها الإخوة، سابيليوس حاربته الكنيسة. أنت ماذا تقول؟ تريدنا أن نكون موحدين؟ يا كافر، تريدنا أن نكون موحدين؟ حرموه من الدخول للكنيسة، أعطوه الحرمان. لا، هم 3 أقانيم. هم 3 أقانيم. الآب شخص أقنوم متمايز، الابن أقنوم متمايز، الروح القدس أقنوم متمايز. ليه ما بتطلع مع محمد صالح يا حيوان؟ ليش ما بتطلع؟ يلا يا ابن الحرام، امشي امشي. انت واحد وسخ كافر جاي بطريقة غلط. فبالتالي يا اخواني الكرام حبايبنا، الله يبارك فيكم، عادي بس استلينا شوية يعني بواحد نصراني سب، دخل سب، فنحن ايش؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المهم خلينا نكمل حديثنا. يعني ذبانة طلعت وضربناها. فبالتالي سابيليوس هذا تمت محاربته من قبل الكنيسة ومنعته. فهمتوا علي؟ فقالت له الكنيسة كيف هذا الكلام؟ معقولة تريدنا موحدين؟ تريدنا موحدين؟ ما ينفعش. فهذا هو الأمر يا إخوة. فهذا الشخص اللي قبل قليل، هذا دانيال، وقع في هذه الهرطقة. قال لك هؤلاء الآب والابن والروح القدس يعني أقنوم واحد. جزاك الله خيرا أخي ريان. رواد، أهلا بك يا رواد، كيف حالك؟ يا عميد السلام، والله بخير الحمد لله. هلا انا أنت مستغرب، أول شيء انا ماني مستغرب بصراحه ماني مستغرب من هذا القس، ما بعرف القسيس او ماني مستغرب منه، مستغرب من الاتباع او العالم اللي عم تسمعه يعني. للأسف بصراحه يعني بصراحه، وانه لا ومصورين. يعني انا هذا الاكثر شيء بهرني انه مصور يعني. يعني شيء بالفعل مضحك. انا ليك لك شغلي، انا بس طبعا ولدت مسيحي وفوتونا على الكنايس. بس لحظه يا رواد، تفضل حبيبي. بس خليك صادق معايا، انت فعلا نصراني ولا مسلم؟ خليك صادق معايا. طبعا اكيد. ايه انا ولدت، انا مثل ما طبعا انا من حمص، من بلدة اسمها قطيني. ايوه، ولدت تبع اي كنيسه؟ الارثوذكسيه. ولكن انا يعني انا من طيب والان ماذا بالضبط الان؟ منذ الولاده. يعني نحن ولدنا ما في عنا هذا التشبث الديني، ولا عنا هذا التمسك الديني يعني. طيب تفضل، اذا عندك سؤال اهلا بك، تفضل. ايه ما عندي سؤال، انا عندي شويه بدنا نسميها تساؤلات. معك تفضل. هل انا اكثر شيء طبعا بيجذبني او بيلفت نظري دفاع طبعا
اخوي المسلمين عن حقهم، وانا مع نظريه المؤامره الكونيه اللي هلا ضد المسلمين. يعني انا عم شوفها بعيني، صحيح. عم شوفها بكل ارجاء العالم. ما عم شوفها انا مثلا بسوريا والله بس لانه بشار الاسد كان عم يظلمهم. لا، انا عم شوفها انه عم مخططات و... 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 واكاذيب وتلفيقات و... وكل اساليب الطعن، يعني بصراحه ضد اخوتنا بالاسلام. نعم. وهذا صحيح. الشيء عم بسأل حالي انا ليش. انا هلا شيلك عن انه انا كيف ولدت وشو التربيه اللي طيب أنا ربيتها. أقول لك شيئا. تفضل. ما تراه اليوم تنبأ به نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: نعم. يوشك بس اكتم الصوت من فضلك. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تجتمع عليكم الأمم كما يجتمع الناس على القصعة حين توضع قصعة الأكل ويجتمع عليها الناس. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بهذه القصعة، والملتفون حولها هم الأعداء، والملتفون حول هذه القصعة هم الأعداء. فالصحابة لما سمعوا هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ طبيعي، يعني كلهم يجتمعوا علينا، معناته أكيد نحن يعني عددنا قليل. لكن شوفوا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وكأنه حاضر بيننا. يقول: لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني كثرة بدون فعل حقيقي على أرض الواقع، زي غثاء السيل. فهذا الوصف النبوي، رغم أن يعني نتألم نحن من هذا الأمر لأنه يصف واقعنا، ولكن مع ذلك هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذا الحدث وهو قبل أكثر من 1400 سنة؟ كيف علم بتفاصيل هذا الحدث؟ إلا عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يصف لنا المشهد وكأنه موجود بيننا. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد أن هذا توقع قاله، لا، هو وصف دقيق. حتى لما سئل من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثير. يعني حدد، لا، أنتم عددكم كثير مثل ما عددنا نحن، 2 مليار تقريبا نحن الآن. طيب، قل ما هي تساؤلاتك هذه يا رواد؟ أهلا بك، تفضل اطرح السؤال الأول لو سمحت. التساؤل الأول هو المفارقة. يعني هلأ طبعا أنا ما بدي فوت بتفاصيل الدين المسيحي، ما بدي فوت بتفاصيله، لأنه عندي نوعا ما اطلاع بكون أنا من عائلة مسيحية. يعني عندي اطلاع بدنا نسميه يعني سطحي. ومثل ما قلت لك، يعني نحن ما لنا متعمقين بالدين كعائلة كاملة. يعني نحن كنا متكلين على مبدأ الدين معاملة، يعني كيف بيعاملني الآخر بعامله. يعني إذا كان كويس معي بغض النظر شو دينه بدي يكون كويس معه. إذا كان يعني طبعا إلى إلى آخره. هذا لا يحث عليه الكتاب المقدس بالمناسبة. مثل ما قلت لك، نحن شوي اجتماعيا معتمدين على الموضوع الاجتماعي. يعني حتى نحن علاقاتنا الاجتماعية كانت يعني ما محصورة بالقوقعة أو بالدائرة المسيحية. نحن كنا يعني أشد أصدقائنا كان الأستاذ علي المزعبر، هو مسلم سني، نجحنا وربانا، كان له فضل علينا طبعا. هو أستاذ رياضيات وفيزياء وكيمياء بس إلى آخره. نعم، بس لنفوت عشان ايش ناخذ المفيد. الله المفيد. فقل سؤالك، بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيك يا رب. صار لي فترة عم بسمع بموضوع انه هل بشر بمحمد
بالنبي محمد. طبعا انا ما بشكك بالنبوءه، لانه انا اصلا يعني يعني بعيد كل البعد لحتى اشكك بالنبوءه ولا اصدقها. ولكن انه في يعني في مجادلات كثيره. هل الانجيل بشر بالنبي محمد او لا؟ يا هل ترى مكتوب بالكتب السماويه السابقه نبوءه محمد بس ام لا؟ هنا ما يمنع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، فكونك غير مسلم قل نبي الإسلام أو رسول الإسلام. طيب. طب نبي الإسلام هل ذكر بالكتب السماوية سابقا مم. أم لا؟ طيب سوف أو هذا يعتمد مثلا على أنه نظرية التحريف بالكتب السابقة. طيب سأجيبك إن شاء الله. تفضل. بداية أنا كمسلم لا يعنيني على الإطلاق هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى اليوم أم لا، لأن ببساطة شديدة لا أحتاج إلى هذه الكتب في إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لدي من الأدلة ما يكفي على نبوته دون الحاجة إلى كتاب أصلا محرف من كل جهة، أخطاء تاريخية، أخطاء جغرافية، تناقضات، حسابية، أخطاء حسابية مثلا، ضياع النص الأصلي، اختلاف المخطوطات، اختلاف التراجم. أنا لا يعنيني كتاب كهذا أن يكون مصدرا عندي على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعنيني على الإطلاق. إنما كل ما هنالك أننا نستخدم هذا الكتاب ونخرج النبوات الموجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كنوع من الحجة على النصارى، إقامة الحجة على النصارى فقط. تمام، يعني نقيم الحجة على النصارى. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، نعم النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب اليهود والنصارى على الرغم من وجود التحريفات الكثيرة والكثيرة، يعني وجود تحريفات وتبديلات كثيرة جدا، ومع ذلك ما زال إلى اليوم موجود النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. إن أحببت نبدأ النقاش في هذا الأمر ما عندي أي إشكال، اختر ما تريد. تريد أن نبدأ، تريد موضوعا آخر، الذي يريحك. تمام. بصراحة أنا بس كنت بدي أستفسر عن هذا الموضوع إذا بكونك بتحب ما الآن شاء الله نتناقش علامنا. وأخرج لك. لا أي. ما بصدد النقاش، ولكن بصدد سماع الجواب. تمام، تحب أخرج لك النصوص التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه إذا وسلم؟ طبعا بتحبوا، إذا بيحبوا المستمعين كمان، يعني أنا طبعا بكون مشكور. طيب تمام. أخي أبو آدم بالله معلش نتابعك معنا. ايش يا اخي عيوني. الله يبارك فيك، جهزنا عشان تفتح الكاميرا. يلا. معاك المصادر صح؟ أنا بعثها لك من قبل. اي نعم شيخنا، اللي شو بدك بس من المصادر وانا معك ان شاء الله. طيب لحظة بس، بعث لي بس على التليجرام أي شيء عشان لا أوكي موجود. تمام تمام. طيب ابدأ لي من أول سورة أخي أبو آدم. كبروا الصورة لأبي آدم يا إخوة، خليك مركز معي. تمام يا أستاذ رواد. ممتاز. تمام تفضل شيخ. تمام. شوف معي يا رواد، واضح الشاشة أمامك؟ الأستاذ رواد واضح الشاشة أمامك؟ نعم. طيب هذا حديث عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. وذكر هذه الصفة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء،
بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. هذه رواية موجودة في المصادر الإسلامية. هل هذه الصفة أو هذه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ما زالت موجودة في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم؟ نعم، ما زالت موجودة، ولكن تم التلاعب بها بشكل رهيب يا إخوة. تحريفات كثيرة جدا سنثبتها لكم الآن على الشاشة. الصورة الثانية حبيبي أبو آدم، النص يا إخوة موجود في سفر أشعياء الإصحاح 42. هذه هي الصورة أمامكم تحت عنوان عبد الرب. في ملاحظة يا إخوة هنا، لاحظ يا رواد هنا نقطة مهمة. أشعياء 42 يتفق اليهود والنصارى والمسلمون على شيء، أنه بشارة عن شخص قادم. أنه بشارة عن ماذا؟ عن شخص قادم. يعني هذه مسألة يتفق عليها اليهود والنصارى والمسلمون، لكن الاختلاف من هو هذا الشخص القادم. هنا الاختلاف. النصارى يقولون عيسى المسيح، والمسلمون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون المسيح المنتظر اللي حيجي في آخر الزمان، مش عيسى يعني. تمام؟ فنحن إذا أثبتنا أن هذه النبوة ليست عن المسيح فهي قول واحد، قولا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء النص بدايته أو تحت عنوان عبد الرب، وبداية النص هو ذا عبدي الذي أعضده. هذا لا يمكن أن ينطبق على المسيح بالمعتقد النصراني، لأن وفقا للمعتقد النصراني المسيح إله، والنص هنا يتكلم عن عبد ولا يتكلم عن شخص أخذ صورة عبد، يتكلم عن عبد. ما قالش هو ذا عبد الذي أخذ صورة عبد، لا، هو يتكلم عن عبد، عن إنسان عبد. هو ذا عبد الذي أعضده. أعضده يعني أؤيده وأقف معه. طيب هل المسيح كإله عند النصارى محتاج من يقف معه؟ سرت به نفسي، مختاري، يعني هذا الشخص سمي بالمختار. وقف البث على اليوتيوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعيد. النص يقول هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. هل المسيح اسمه مختار أو سمي بالمختار؟ لم يسمى بذلك. راجع من الذي سمي بالمختار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلمة مختاري ماذا تعني؟ تعني أن الله عز وجل اختاره من بين البشر. هل النصارى يعتقدون أن المسيح اختاره الله من بين البشر؟ غير صحيح. أصلا النصارى يرون أن المسيح ابن الله، يعني ليس موضوع اختيارا، ليس اختيارا. تمام؟ طيب. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. وضعت روحي عليه، هذه مطابقة للآية القرآنية التي بعدها، السورة التي بعدها يا أخ أبو آدم. ماذا يقول الله عز وجل في سورة الشورى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وضعت عليه روحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب، نرجع للنص من جديد. فيخرج الحق للأمم. فيخرج الحق للأمم. السؤال، على من تنطبق هذه المقولة فيخرج الحق للأمم؟ من الذي أرسل لكل الأمم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أم المسيح عليه السلام؟ تعالوا نشوف. بعد أخي أبو آدم، تعلم أرسل. المسيح ماذا يقول في إنجيل متى 15:24؟ فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. يعني المسيح وفقا للأناجيل لم يرسل إلا فقط لبني إسرائيل. النص الذي بعده يقول فيه المسيح وهو يوصي تلاميذه هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا، ركزوا يا إخوة، إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. النبوة التي في إشعياء 42 يقول يخرج الحق للأمم، والمسيح هنا يقول إلى طريق أمم لا تمضوا. كيف يكون النص عن المسيح؟ لكن النص عن من قيل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب،
نرجع إلى الصورة أخي أبو آدم. في العدد الثاني ماذا يقول وهو يصف هذا الرجل المبعوث؟ يقول: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. يعني النص يتكلم عن شخص لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. ممتاز. نشوف هذه تنطبق على من. نمشي يا أخي أبو آدم إلى الصورة التي بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنجيل متى 27:50. هل يسوع كان لا يصرخ ولا يسمع صوته؟ تعالوا نشوف إنجيل متى 27:50 يقول: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. يعني كان يصرخ بصوت عظيم. أيضا التي بعدها في إنجيل متى 27:46 ماذا يقول؟ ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. صرخ بصوت عظيم. لكن من الذي كان لا يصرخ ولا يسمع صوته كما يقول إشعياء 42 الصورة التي بعدها؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تصف خلقه السيدة عائشة. ماذا تقول عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. طيب، لكن يا أخواني سبحان الله هذا النص. خلينا نقرأ العدد 3. نرجع لأول صورة بتاع إشعياء، نقرأ العدد 3 تكملة النبوة. شوف ركزوا في الرقم 3 يا إخوة. عدد 3 يقول وهو يتنبأ عن الرجل هذا المبعوث، يقول: قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق. إلى الأمان يخرج الحق. تحس النص غير منظم، صح يا رواد؟ تحس النص غير مركب، صح؟ كيف إلى الأمان يخرج الحق؟ صح ولا لا يا رواد؟ أنت معنا يا رواد؟ أنا سمعان بس ما فهمت. لازم أرجع أعيد لحتى أفهمها. ركز، النص يقول: إلى الأمان يخرج الحق. أنت ملاحظ أن الجملة مش راكبة؟ إلى الأمان الحق. في لبس في الموضوع، صح؟ هلا هي بصراحة أنا ما فهمتها، يعني ما بعرف إذا هي ما أنا مفهومة ولا أنا ما عم بفهمها. أنا سأقول لك لماذا لم تفهمها. لأن النص حرفوه. النص العبري لا يقول ذلك. أخي أبو آدم حطي على الصورة بتاع العبرية لو سمحت. حطلع لك النص الآن بالعبري وحتشوف النص العبري ماذا يقول. أيوة، قرب لي الصورة أخي أبو آدم على هذه الكلمة. شوف ماذا يقول: إلى الحق يخرج قضاء. ركز، إلى الحق يخرج قضاء. يعني هذا الذي متكلم عنه في سفر إشعياء قاضي، صح ولا لا؟ طيب، ليش هم حرفوا النص؟ لأن المسيح لم يكن قاضيا، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان قاضيا، وهذا الدليل أمامك. تمام؟ خلينا مثلا دقيقة. هلا هذا كتاب التوراة؟ أي هو إشعياء. طيب، خليني في صورة أنا مش بعثها للأخ أبو آدم. آخر صورة أخي أبو آدم لو سمحت. أيوة، هذه. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاضيا. ممتاز. هل المسيح كان قاضيا؟ أخي أبو آدم ابحث لي عن النص بتاع من أقامني عليكما قاضيا لو سمحت. حنشوف وفقا للإنجيل هل كان يسوع المسيح قاضيا؟ وسأثبت لك من الأناجيل أن المسيح لم يكن قاضيا، ولذلك هم حرفوا النص من كلمة يخرج الحق قضاء أو يخرج إلى الأمان قضاء، حرفوها إلى يخرج إلى الأمان حقا، حتى ما يجعلوها تتخالف مع النص عن المسيح أنه لم يكن قاضيا.
ننتظر بس نعم. انت مرسل لي يا شيخنا؟ لا لا لا، ابحث عنه انت في جوجل سريع، اكتب تمام. من اقامني عليكما قاضيا. تمام يا شيخ. بس سؤال شيخ. بس سبحان لحظة عشان ما الله. تطلعليش بس الشرح لو سمحتوا، بعدين حنكمل، خليني بس ماشيين. هذا هو. هذه قصة موجودة في إنجيل لوقا 12-14. جاء رجلان للمسيح يطلبان منه القضاء. شوف رد المسيح هنا، فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ سؤال استنكاري، أنا مش قاضي. خذ الجزء الثاني يا أخ أبو آدم من النص، من النبوة بتاع سورة تسبيح للرب. هذه نبوة أوضح يا رواد عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبوة أوضح. كبروا له الصورة أبو آدم يا إخوة. طيب نقرأ هذا النص يا رواد. شوف ماذا يقول تحت عنوان تسبيح للرب. تسبيح للرب. ماذا يقول النص؟ يقول: غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض. يعني غنوا هنا بمعنى أناشيد أو تلبية أو كذا، مش الأغاني يعني عبد الحليم حافظ الكلام هذا. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض، يسبحونه من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها. طبعا الجزائر مش مقصود بها هنا السكان، مش دولة الجزائر هنا. الجزائر هنا جزيرة، يتكلم عن الجزائر مجموعة جزر. تمام. طيب رقم 11، النص رقم 11 يقول: لترفع البرية مدنها ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. ركزوا جيدا يا إخوة. هنا يقول: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار، لتترنم سكان سالع. معنا في هذا النص عدة نقاط. أول شيء، هؤلاء الذين يهتفون من رؤوس الجبال، وين مكانهم يا رواد؟ في الديار التي سكنها، في الديار التي سكنها قيدار، صح؟ معايا يا رواد؟ نعم. الذين يهتفون من رؤوس الجبال، هؤلاء أين يسكنون؟ في الديار التي سكنها قيدار. تمام؟ طيب من قيدار هذا؟ تعال نشوف الصورة بعدها، سفر التكوين. شوف هذا الكتاب الآن يا أستاذ رواد، سفر التكوين يا أخ أبو آدم. تقصد هذه شيخنا؟ أيوة، أي كبر لي الغلاف لو سمحت. قلنا نحن يا رواد، قلنا الذين كانوا يسبحون الرب، من أين يسبحون؟ من مكان ديار سكنها من يا رواد؟ رواد افتح الصوت وخليك معايا من فضلك. نعم. أعطوه الصوت يا جماعة. لا تغلق الصوت يا رواد، خليك فاتح الصوت. أرسلت لك. نعم. يسبحون من المكان، من سكن هذا المكان؟ قدار. قيدار. شوف معي هذا الكتاب، سفر تفسير الكتاب المقدس، سفر التكوين، للمؤلف نجيب قرقس. ماذا يقول؟ صفحة 283. قرب لي الصورة يا أخ أبو آدم. شوف ماذا يقول هنا: قيدار، قيدار، وتعتبر أشهر قبائل العرب. بعد ماذا يقول؟ تتكون أو تكون قبيلة قريش من إيش؟ تكون من قيدار. يعني الكلام عن من؟ عن قريش. يعني هؤلاء الذين كانوا يسبحون من رؤوس الجبال يسكنون في ديار من سكنها قيدار، اللي جاءت منه قريش. طيب من هذا قيدار؟ هذا قيدار يا إخوة كما في السورة التي بعدها بصورة بتاع الرحيق المختوم. هذا كتاب الرحيق المختوم في صفحة 48. ماذا يقول؟ قرب السورة أخ أبو آدم، قرب السورة أخ أبو آدم.
أيوة، يقول هنا غالب بن فهر وهو الملقب بقريش، وتحت ماذا يقول؟ قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. يعني قيدار هذا من يكون؟ ابن إسماعيل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء من نسل إسماعيل أصلا، ومن قيدار جاءت قريش. تمام؟ طيب نرجع للصورة من جديد لو سمحت أخي أبو آدم تاع التسبيح للرب. إذن النص هنا ماذا يقول يا إخوة في كتاب النصارى؟ يقول لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. الكلمة اللي بعدها توضح لك الموضوع أكثر. لتترنم سكان سالع. تترنم يعني نشيد، أناشيد أو ترديدات صوتية بألحان دون موسيقى. تمام؟ طيب لتترنم سكان سالع. إيش سالع هذا؟ ما هو سالع هذا؟ وأين هو سالع هذا؟ الصورة التي بعدها أخي أبو آدم، أو مش هذه التي بعدها، عفوا، لا ليست هذه، اللي بعد الخريطة. لما نكتب في خريطة جوجل نكتب جبل سالع أو سلع، قرب لي الصورة أخي أبو آدم، شوفوا في البحث في الأعلى جبل سلع. تمام؟ تحت في الخريطة إيش طلع بالإنجليزي؟ سيلا، اللي هو نفسه سلع. وين موقع بالضبط؟ امشي يا أخي أبو آدم، معلش. المسجد إيش؟ المسجد النبوي. شوف المسافة بين جبل سالع والمسجد النبوي. يعني النص في كتاب النصارى يتكلم عن أناس يهتفون في تلك المنطقة. جبل سالع، قيدار، ابن إسماعيل، الجزر جمع جزيرة العربية، والمسجد النبوي. تمام؟ طيب نرجع للصورة من جديد يا أخي أبو آدم بتاع تسبيح للرب. ماذا يقول بعدها؟ من رؤوس الجبال ليهتفوا. معلش، أعطني أمة تهتف باسم الرب من أعلى الجبال. من الأمة في هذه الدنيا التي تهتف من رؤوس الجبال تهتف لله ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؟ من الذين يقولون ذلك؟ وأين الموقع الذي يقولون في هذا؟ في عرفات، في جبل عرفة. شوفوا إذن النص يا إخوة يتحدث عن عدة نقاط. الموقع الجغرافي، خلاص الآن نكبر الصورة أخي أبو آدم. تمام؟ كبروا لي الصورة يا إخوة. النص هنا يتحدث عن عدة نقاط: الموقع الجغرافي، والشخصية المذكورة قيدار اللي جاء منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قيدار يكون ابن إسماعيل، وقريش جاءت من قيدار، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من قريش. نسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم من نسل رجل اسمه قيدار اللي هو ابن إسماعيل. تمام؟ فبالتالي النص يتكلم عن شخصية عاشت في الجزيرة العربية، ويتكلم عن جبل اسمه سلع، وهو جبل بالقرب من مسجد النبوي في المدينة المنورة إلى يوم الناس هذا. تبحث عليه إلى يوم الناس هذا. تمام؟ طيب معلش في نقطة، معلش في مصدرين نسيت أعرضهم أخي أبو آدم، معلش أرجع من جديد. في مصدرين نسيت أعرضهم، وهذه القاضية حتكون وتثبت أن هذه نبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. حط لي على بتاع القس الإنجليكاني لو سمحت يا أخ أبو آدم. حط لك على شو شيخنا؟ ما سمعتك. على القس الإنجليكاني. تمام. القس انجليكان، أي ما الصورة هذه انت تقصد هذه شيخنا؟ أيوه ممتاز. تمام، كبر لي الصورة لو سمحت. هنا تعليق القس الإنجليكاني تشارلز فوستر على نبوة تشريع 42. إيش يقول لك؟ تعال نقرأ النص. يقول إن اتفاق هذا الوصف التصويري مع مناطق إيش؟ مع مناطق الحجاز واضح بصورة كبيرة. وبعد ماذا يقول تحت؟ يقول يقدم صورة مميزة للغاية بحيث لا يمكن نقلها إلى أي منطقة في شبه الجزيرة العربية. الجغرافيا التاريخية لجزيرة العرب. يعني يقول لك سفر إشعياء 42 يتحدث عن منطقة جغرافية اللي هي منطقة الحجاز، الجزيرة العربية التي منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قس نصراني بروتستانتي انجليكاني اعترف لك بهذا الأمر بكل وضوح.
حتى لما نفتح في ويكيبيديا عن جبل سالع هذا، الصورة التي بعدها في ويكيبيديا ماذا يقول؟ جبل سلع أو سالع أحد جبال المدينة المنورة، يقع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر أو أقل بعد توسعة المسجد النبوي. يبلغ طول الجبل 1000 متر وارتفاعه 80 مترا وعرضه بين 380 أو 80 متر، ويمتد من الشمال إلى الجنوب. في أوضح من ذلك يا رواد؟ خلاص انتهينا الآن من عرض المصادر. جزاك الله خيرا أخي أبو هذا. وإياك شيخنا الحبيب. شكرا على المجهود وشكرا على الشرح. سؤال هلا، ممكن الواحد يعرف امتى تم تحريف الكتب السابقة؟ يعني في زمن محدد؟ لا، تحريف الكتب السابقة إلى الآن ما زالت تحرف، لم تحرف في زمن محدد، بل على مدار عصور طويلة. بدأ التحريف منذ رفع المسيح عليه السلام، كل مرة يزداد تحريفا، كل مرة يزداد تحريفا، ليس مرتبطا بزمن معين. ما في زمن يعني يعني قبل مثلا في زمن الآباء ما قبل مجمع نيقيا تحرف، وفي زمن الآباء ما بعد مجمع نيقيا تحرف، في زمن بعد ثورة البروتستانت تحرف، وفي زمننا الحالي أيضا تحرف. طيب سؤالي الثاني هذا، النبوءة مرتبطة بزمان ما؟ يعني هلأ مثلا نحن ما بنعرف إمتى النهاية، نحن ما بنعرف إمتى النهاية، يعني ما بنعرف إمتى القيامة. لم أفهم هذا. يعني ما بنعرف إمتى يوم القيامة مثل ما بيقول بالعامية. تمام. يا هل ترى هل يقصد بالنبوءة يوم، يعني عفوا يعني بالنبوءة المذكورة عن جبل سلع أو سالع يوما ما بزمان ما؟ يا هل ترى ممكن يتغير التاريخ مع الأيام بالمستقبل البعيد؟ النبوة التي في هل يقصد، يعني قصدي أنا يقصد بالمعالم الجغرافية كمان الشعب الموجود فيها؟ يعني ممكن بيوم من الأيام يتغير دين هذا الشعب ولا مو ممكن؟ يعني مثلا أنا أقصد بهذا أنه يا هل ترى مقصود المسلمين الذين يهللوا أولا النبوة التي في سفر إشعياء 42 أولا الجزء الأول منها تكلمت عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجزء الثاني منها تكلم عن أمة الإسلام وعن هتافها من فوق الجبال بسم الله، وحدد المنطقة الجغرافية التي يتم فيها هذا الهتاف. ما فيش حد يهتف في الجزيرة العربية غير المسلمين، يهتفون بسم الله ويقولون ويلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك. تمام. وصف دقيق من الناحية الجغرافية، دقيق جدا، حدد المنطقة الجغرافية. هذا ما يتحدث عنه النص. ما فهمت يعني؟ أنا بدي أسأل من إمتى بلش الدعاء بالجزيرة العربية؟ من إمتى بلش الدعاء؟ بلش من بداية رسالة الرسول محمد؟ نعم، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ. من ذلك الحين لا لحد هذه اللحظة. هل ممكن يتغير هذا؟ طبعا العلم عند رب العالمين. هل ممكن يتغير مثلا هذا الشيء بالمستقبل البعيد يعني ولا يتغير؟ أنا ما فهمتش كيف يتغير يعني شنو اللي يتغير بالضبط؟ اللي بيتغير إنه يعني تقصد مناسك، يعني تقصد مناسك الحج تتغير؟ نعم، ولا هذا شيء ثابت؟ لا، ما فيش أي يعني تشريع في الإسلام سيتغير. وعلى فكرة ترى المسلمون مستحيل يتغير شيء. ترى المسلمون مروا على مر تاريخ الإسلام، يعني ابتلي المسلمون ابتلاءات عظيمة جدا، حروب صليبية، تتار، المغول، يعني الحرب العالمية الأولى كان في لها نصيب من المسلمين، الحرب العالمية الثانية خارج المسلمين، مثلا الاحتلالات، احتلال فرنسا، احتلال إيطاليا، إسبانيا وغيرها. المسلمون مروا على يعني عبر التاريخ مروا بابتلاءات وفتن وخوارق وأشياء كارثية جدا، ولم يستطع أحد منهم أن يغير ثابتا من ثوابت الدين. ما فيش. يعني مثلا القرامطة اللي هم يعني شيعة إسماعيلية وكانوا يعادون الإسلام، حين سرقوا الحجر الأسود فترة من الزمن وأعيد من جديد، لم يستطع أحد منهم أن يغير أي منسك من مناسك الحج.
واستمر المسلمون وعاد من جديد الحجر الأسود وذهب القرامطة إلى مزبلة التاريخ. فبالتالي ثوابت الإسلام ثابتة لن تتغير ولن يستطيع أحد أن يغيرها بإذن الله تعالى. العقيدة المتجددة المتغيرة هي العقيدة النصرانية. يعني تجد عقيدة النصارى اليوم غير عقيدة آباء الكنيسة مثلا ما قبل مجمع نيقيا. يعني في أصلا انقسام أساسا في التاريخ النصراني، ومجامع كثيرة أقيمت، مجمع نيقيا، مجمع القسطنطينية، مجمع أفسس الأول، مجمع أفسس الثاني، نعم والمجامع أنا عم شوف بأوروبا شغلات يعني غير مفهومة بالضبط. يعني فبالتالي النصرانية عقيدة متجددة ومتغيرة. لذلك أنا أفاجأ أحيانا لما أقرأ مثلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لما أقرأ معلومات فيه ويحاجج النصارى بنصوص مش موجودة اليوم. يعني شيخ الإسلام شوف من كم 100 سنة كان يحاججهم بنصوص الآن مش موجودة في الأناجيل، حذفوها. يعني هذه النصوص كانت موجودة في زمن يعني ابن تيمية رحمه الله، الآن غير موجودة. لذلك أنا الآن فيديوهاتي والنصوص التي يستدل بها إذا العالم موجود بعد 200 سنة ولا 300 سنة، لا أظن أحد سيحتاج إلى فيديوهات، يعني حيغيروا النصارى كل شيء. بس أرجوكم تمسكوا بنشيد الإنشاد، احفظوه وخلوه بالتواتر، إلا نشوده لو سمحتم، إلا نشيد الإنشاد هذا لازم طيب سؤال أخير لو سمحت شيخ. تعرف نشيد الإنشاد ولا ما تعرفش؟ أنا نشيد الإنشاد تعرفه ولا لا؟ عم تسألني أنا؟ إيه عم أسألك أنت، لك أنا عم أسأل لا مين؟ لا والله لا ما والله تعرف نشيد الإنشاد؟ لا والله. معقولة؟ لا منين؟ سفر نشيد الإنشاد ما تعرفش؟ لا عم أقول لك أنا ماني متعمق بالدين. يعني أنت لو تعمقت في نشيد الإنشاد مش حتطلع منه. بس سؤال الأخير لو سمحت بس شيخ. قبل السؤال، ترى سفر نشيد الإنشاد هذا أحد أسفار الكتاب المقدس. تمام؟ بعد شوية حنخلي تامر يقرأه لنا بصوته وتسمع. نعم. ايش رايك؟ تسمع ممكن قبل ولا أسأل تسأل سؤال قبل؟ ممكن أسأل قبل السؤال عم المعروف؟ طيب اسأل سؤالك، تفضل. هي هل يعتبر أي شخص ليس بمسلم عدو مباشر للمسلم، المسلم الحقيقي، يعني القلب النابض، يعني المسلم الحقيقي ايه الملتزم وطبعا أنا اللي بعرفه الصورة اللي براسي عن المسلم بكل احترام يعني للكل، يعني الشخص الصالح والمحب والرزين. يعني عندي صفات أخذها من كذا شخص مرق بحياتي مسلم يعني. فهل يا ترى هذا الشخص يعتبرني أنا ما بعرف، يمكن بعد هاي اللحظة أصير مسلم، يمكن ضل مسيحي، يمكن أعلن الحادي، الله العليم. ولكن أنا هلأ حاليا مثل ما قلت لك بالبداية أنا أبحث عن نفسي حاليا. نعم. ولكن هل أنا بوجهة نظرك، أو مو أنا، أي شخص تاني يعني بوجهة نظرك أو بوجهة نظر أي مسلم، عدو أو مبدئيا لا شيء؟ أنا مرة بس بدي أقول لك شغلة، خليني بس اشرح لك وبعدين نقول الباقي. خليني بس اشرح. بس هي خلطت الثغرة المواضيع ببعضها، لازم اوضح لك عشان ما تفضل. عفوا تنساش يعني النقاط. تفضل. اولا، المسلم هدفه الاول والاخير ان يكون سببا في هداية الناس. هذا السبب الاول، هذا يعني اول هدف عند النصراني. اول هدف. في مشكلة عندي. عفوا يا إخوة. شوي صار بس. تسمعون صوتي واضح يا إخوة؟ شغال شيخنا، شغال صوتنا. أصلا مش عارف إن هاتف جاينا طلعت لي الله المستعان. طيب، الهدف الأول عند المسلم يا رواد هو هداية الضالين والكافرين. هذا الهدف الأول عند المسلم. ولذلك تجد المسلم يفعل ما بوسعه ليرى شخصا اهتدى. وهذا المنهج
هذا المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه ويكلف نفسه فوق طاقته لأجل أن يهتدي أحد. كان يجهد نفسه لأجل هذا الأمر. هذا الهدف الأساسي عند المسلم، هداية الآخرين. المسلم عمره ما فكر أن يرتكب الجرائم في حق الآخرين. ولذلك حتى من الناحية التاريخية لن تجد المسلمين صنعوا أسلحة فتاكة. يعني معلش، من صنع النووي؟ السلاح النووي من صنعه؟ المسلمون؟ لا، الكفار. كل الأسلحة الفتاكة عبر التاريخ صنعها أهل الكفر. المسلم عقليته عمره ما فكر إنه هو يفتك غيره، لأن هدف المسلم هداية غيره. الكفار هدفهم المبارزة والتنافس على صنع أكبر سلاح يدمر دمارا شاملا ويصنعوه، ويمنعون غيرهم من صناعتهم. ممنوع أنا بس أصنع النووي، أنا فقط أصنع هذه، ممنوع غيري يصنع. المسلم مش هذه عقليته. يعني حتى الفتوحات الإسلامية كانت في داخلها رحمة. أنقذت الأقباط من الاضطهاد الروماني، أنقذت الفرس من الاضطهاد المجوسي الفارسي. حتى الفتوحات هكذا كان هدفهم، إخراج الناس من عبادة العباد. وهذه كلمة قالها الصحابة حين سئلوا: أنتم لماذا أردتم فتح تلك البلدان؟ فقالوا: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا منهجية المسلم. المسلم لا ينظر إلى الكافر أنه عدو إلا في حالة هذا الكافر أعلن عداوته للإسلام. لكن أنت لما تجيني الآن كرواد، أنت شخص باحث عن الحق، تريد الحق، لست مسيئا للإسلام، لست سبابا للرسول صلى الله عليه وسلم، وباحث عن الحق تريد الهداية، طبعا لست عدوي، بالعكس أرجو لك الهداية وأرجو لك الإنارة، لا أراك عدوا. لكن من الذي أراه عدوا؟ هو الذي وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الممتحنة، لما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالله عز وجل بين لنا صنفين هنا في سورة الممتحنة: صنف لا يخرجنا من ديارنا ولا يقاتلنا في ديننا، التعامل معه يكون بالإحسان والعدل. الصنف الثاني هم الذين قاتلونا في ديننا وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا. ظاهروا على إخراجنا يعني عاونوا على إخراجنا، أعانوا الآخرين. ممكن يكون هو ما تدخلش في الإخراج بشكل مباشر لكن قدم الإعانة، فهذا هو الذي عدونا. واضح؟ هذه منهجية المسلم في كتاب الله عز وجل. مشكور. والملاحظة الثانية اللي كنت بدي أقول لك إياها إنه مرة هون بألمانيا أنا ساكن، رحت على ورشة بصلح سيارتي، ففتت على كان في مجمع من الشباب والرجال، فقلت أنا السلام عليكم، بحكم أنا عندي اطلاع إنه الشباب كلهم مسلمين، فأنا ما حابب أقول مرحبا أو مساء الخير وأنا بالعادة بقولها السلام عليكم، يعني بقولها طبيعية. ففي شخص بيعرف إني من عائلة مسيحية، فقال لي أهلين، ممكن نشرب أنا وياك فنجان قهوة؟ قلت له تفضل. قال لي أنت مسيحي مو هيك؟ قلت له إيه. قال لي أنت ما فيك تقول السلام عليكم. قلت له ليه؟ قال لي لأنه نحن بنقول السلام عليكم. هي قد صدق هذه تحية للمسلمين فعلا لا يستخدمها إلا المسلمون، ربما غير المسلمين يستخدمونها تأثرا بالثقافة الإسلامية، لكن هي في الأصل تحية إسلامية فعلا. بغض النظر يعني أنا قلتها يعني تعبيرا عن الأخوة، تعبيرا عن أي شيء بتحب. طيب وش السؤال بالضبط على هذا الموضوع؟ السؤال هو قال لي إنه أنت تعتبر عدوي وأنا لازم أقول لك السلام عليك. يعني أنا هذا شخص لعله لا يفهم في الإسلام،
للأسف لأنه شيخنا للأسف إنه ملتحي. طيب ليس كل ملتحي فقيه لا بالإسلام يعني. عفوا يعني معلش، أنا صدقا أنا عم حكيك شيء واقع، يعني أنا طيب ماني عم حكيك إيش شيء السؤال تحديدا؟ ممكن تحدد لي السؤال؟ هو هذا مرتبط بسؤالي الأول اللي هو كان إنه هل تعتبر أنا الجواب عدو؟ على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال يعني خلاص أنا حصدقك في هذه القصة وكذا، ما عنديش مشكلة، تمام. لكن الجواب على هذا السؤال، الله عز وجل يقول في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. خليني لما أتكلم من فضلك. تفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية، كان واحد حياني بتحية أين كانت هذه التحية؟ مساء الخير، صباح الخير، أنت صباحا، أنت مساء، السلام عليكم، أين كانت هذه التحية؟ فالآية تقول ماذا؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبالتالي مطلوب مني أن أرد التحية حين يلقي علي شخص تحية. أي نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في كيفية الرد، لكن الآية واضحة في ذلك. نعم. هلا السؤال الأخير بعد إذنك، وما بدي أطول عليكم، يمكن المتابعين حتى ملوا مني، عم يعتبروني إني ماني فهمان شيء. لا 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 بالعكس، بس نسأل الله لك الهداية. يعني أنت قل لي ما الذي يمنعك أن تكون مسلما؟ أنا باحث هلا، يعني باحث هلا ببداية البحث. ماشي، بداية البحث، بس بين لي ما الذي يمنعك أن تكون مسلما؟ العلم. كيف؟ العلم. علم ماذا؟ العلم بالدين، يعني أنا ما فيني أكون مسلم إلا إذا كنت مقتنع دارس. تمام. ما الذي يمنعك أو الذي يجعلك غير مقتنع حتى نتناقش في الأمر؟ ما الذي يجعلني غير مقتنع؟ ما هي الأسئلة والموانع التي تجعلك غير مقتنع؟ مثل ما قلت لك، العلم لازم أقرأ، أنا لازم بلش مثل ما تفضلت حضرتك. طيب أنا لازم بلش بالتوراة وبعدها بالإنجيل وبعدين أفوت بالقرآن. طيب وهل تضمن هيك بقناعتي لازم سلسلة، لأنه هن الديانات الإبراهيمية لازم يكون في بداية وفي نهاية. تفضل. هل تضمن كل هذه الفترة أن لا تقبض روحك؟ طبعا لا. فلذلك طالب الحق يكفيه دليل، مش شرط أنك تتعمق كل هذا التعمق الكبير. طالب الحق يكفيه دليل واحد يكفيك، أما طالب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. نعم. يعني مش مسألة، ممكن احنا ما نمنعك من البحث والعلم، بس كاقتناع بالإسلام مش شرط تغوص كل هذا الغوص. مشان تفهمني أكثر، أنا ما عندي مشكلة بالإسلام، بس خليني ما عندي مشكلة بالإسلام، ولكن أنا ما عندي يعني. تفضل لو سمحت، لما خليني نتكلم. تفضل. فبالتالي ليس شرطا أن تغوص كثيرا وتتعمق كثيرا، تمام. هذه فترة البحث ممكن تكون بعدين، لكن الآن إذا ظهر لك الدليل، يعني أنا ظهرت لك دليلا قبل قليل، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى وباعترافات النصارى نفسهم أتيت لك، أليس هذا دليلا كافيا؟ يمكن يكون في حوارات ثانية لما أنا بقرأ، لازم يكون في عندي أسئلة أكثر وأطلب أدلة أكثر. طيب ما كتبت ما كتبت الكتب كرمال أنا آمن بلحظة. رواد، أنت تسمعني لما أناديك ولا ما تسمعش؟ تفضل. تسمع فيه يعني لما أناديك، صح؟ نعم. طيب رد علي بس لما أناديك. تفضل. جيب لي أي قسيس تثق في علمه، تمام، ونتناظر وتحضر أنت المناظرة. أنا والله ما بعرف قسيسين. والمشكلة إحنا نتصل بيهم ما يردوش. هي يعني ما بعرف مشكلتهم. لو كانوا على حق كيف لماذا يخافون؟ صحيح. طلب أخير بعد إذنك وبعد إذن المتابعين، شرح سورة التوبة بعد إذنك 29. شرحها كثيرا والله أنا للأسف ماني شايف. والله لو تبحث في فيديوهات محفوظة. أي نعم، خليني أحط له. والله شرحها كثيرا. أنا ببحث فيها إذا محفوظة الفيديوهات. طيب على كل حال أنا ما وجدت الفيديو الآن، بس هي شرحها يعني كثيرا. تفضل، ما السؤال حولها؟
بس شرح ولو مختصر يعني بعد إذنك. أول شيء بداية الآية تقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. صح؟ نعم. طيب ممتاز. الآية تقول قاتلوا. وإذا أردنا أن نفهم القتال في القرآن الكريم فلا بد أن نأخذ ونجمع الآيات مع بعضها، ولا نأخذ آية مستقلة عن باقي الآيات. صح ولا لا؟ نعم. طيب الآية تقول قاتلوا. نرجع إلى سورة البقرة. في سورة البقرة يقول الله عز وجل ماذا؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظت الآية؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب إذا القتال لما الآية قالت قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، لما نجمعها بالآية الأخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: إننا لا نقاتل إلا من قاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. وأساسا الآية من الناحية اللغوية واضحة. لأن لاحظ الآية ماذا تقول؟ تقول قاتلوا وليس اقتلوا. في فرق في اللغة العربية بين قاتل واقتلوا. نعم. قاتلوا في اللغة العربية كلمة قاتلوا مأخوذة من المقاتلة، والمقاتلة على وزن مفاعلة، أي هنالك مقابلة، أي هنالك مواجهة بين طرفين لهما ذات القوة. ولذلك حين نجد مصارعين يتصارعون ماذا نقول؟ يتقاتلون. طيب وحين نريد أن نصف الجندي ماذا نصفه؟ نصفه بالمقاتل. لماذا؟ لأن الجندي الأصل فيه لا يخوض قتالا إلا مع جيوش لها ذات القوة. هذا الأصل في الجندي. تمام؟ نعم. طيب لذلك مثلا خليني أضرب لك مثالا. الذبابة نقتلها أم نقاتلها؟ نقتلها طبعا. طيب هل يصح أن أقول قاتلت الذبابة؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنها ضعيفة طبعا. بالضبط، لأن ما عندهاش قوة تواجهني بها. ولذلك القتال يكون بين طرفين لهما قوة. وهذا هو النظام في الإسلام. القتال لا ما تشغلش، ممنوع. تفضل. هنا بث ديني، يحترم البث الديني. العفو، تفضل. فالآية واضحة جدا تتكلم عن قتال معارك، وهكذا نظام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أبرياء ولا اعتدى على عزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قتاله قتال معارك، قتال شجاعة، جندي مقابل جندي، مبارزة. لذلك يقتل من المسلمين ويقتل من الكفار. يقتل من المسلمين ويقتل من الكفار. نحن ما عندناش طيارة تقصف ناس مدنيين وناس بسطاء. هذه تركناها للديمقراطيين، للحضاريين، لبتاعين الحضارة والرحمة والمحبة. هم اللي يقصفوا في البيوت المدنية ويسجنوا في المدنيين والبسطاء والنساء. أما نحن الإرهابيين ما نقتلش في النساء بصراحة، تمام؟ ولا نقتل في الأطفال، ولا نقتل في الشيوخ الكبار. شفت الإرهابيين أنت؟ أما بتاعين الرحمة وبتاعين المحبة وبتاعين السلام وبتاعين كذا، هؤلاء أول صاروخ على أول بناية فيها أطفال فيها نساء إن كان شيل البناية كلها على بعضها. وبعدين في النظام الدولي اسمها دولة واسمها نظام واسمها معاداة السامية ومعاداة البطيخية وهكذا. فبالتالي يعني هؤلاء يجيدون قلب المصطلحات. لكن كحقائق تاريخية النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه واضحة جدا في الحرب: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا مريضا، لا تقطعوا شجرة. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. في الكتاب المقدس عندك في سفر صموئيل على سبيل المثال يقول: فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا جملا وغنما وبقرا وحمارا، حتى الحمير الإله في النصرانية ما تركوش. تمام؟ فبالتالي هذا هو الأمر ببساطة. نعم. طيب شكرا لك. شكرا أتمنى إن شاء الله تشاركنا كثير على الشرح المفيد.
وبعتذر من الكل على الإطالة. ولا يهمك ولا يهمك. شكرا، الله يعطيك العافية.